وبعد 20 عام علمت أختي أن ابنتها لست ابنتها الحقيقية. لم يكن يعلم هذا السر أحد غيري، فقد كنت أنا من قمت بتبديلها وقت ولادتها. والآن كيف سأتخلص من تأنيب الضمير هذا؟ مرحبا بكم يا أصدقائي، أنا اسمي سحر. جئت اليوم كي أخبركم بقصتي والتي حدثت منذ أكثر من 20 سنة. كانت لدي أخت وحيدة أكبر من اسمها بسمة. تزوجت بسمة قبل أن أتزوج بأكثر من 5 أعوام، ولم يرزقها الله بأطفال طوال تلك المدة. تزوجت أنا ورزقنا الله بطفل ثم الآخر، ولكن أختي لم تنجب بعد، وكنت أدعو لها ليل نهارئة ليرزقها الله بطفلا كي يرتاح بالها. فهي أمضت فترة زواجها بين الأطباء كي تستطيع أن تنجبه. قامت أختي بتجربة كل ما يخطر على بالكم من محاولات، سواء مع الأطباء أو الشيوخ أو حتى الذهاب إلى العمرة، لكن لم تجدي كل تلك المحاولات. وفي أحد الأيام كنت أمشي أنا وأختي في الشارع، فتوقفت أختي عند أحد الباعة كي تشتري منها بعض الخضروات. فقلت لها: لماذا تشتري منها؟ فمنتجات البائعين بالشارع لا تكون نظيفة. فقالت أختي أنها مسكينة وتحتاج إلى المال. وفعلا اشترت من تلك البائعة وأعطتها مالا أكثر مما تريده. عندها دعت لها السيدة أن يرزقها الله ما تشاء، ففرحت أختي كثيرا بتلك الدعوة وشكرتها، ثم انصرفنا. لم يمضي على هذا الموقف أكثر من 3 أسابيع حتى وجدت اتصالا من أختي وهي مسرورة جدا، فسألتها ماذا حدث، فقالت: لقد استجاب له لدعائي، أنا حامل. لم أكن أصدق ما أسمعه من شدة الفرح، وأنا أحمد الله كثيرا وأهنئها أن الله كافأها بعد كل هذا الصبر. انتظرنا الأيام والشهور بفارغ الصبر حتى آتي ذاك اليوم الذي طالما انتظرته أختي. لقد كانت متوترة جدا، ودخلت إلى غرفة العمليات، وبعد مرور بعض الوقت تمت عملية الولادة، وخرج المولود إلى الحضانة من أجل الرعاية. وقد كان يوما صعبا جدا، انقطعت فيه الكهرباء كثيرا، وتوفي بعض الأطفال نتيجة قلة الرعاية. ذهبت إلى الاطمئنان على أختي، وكانت لا تقول سوى أحضر والابنتي أريد رؤيتها. طمأنتها أنها بخير، ولكنها أصرت أن أذهب واطمئن مرة أخرى أنها بخير. كنت أعلم أنها متوترة، فنفذت لها ما تريده، وذهبت فعلا إلى الحضانة حيث كان يوجد أكثر من طفل هناك. اقتربت من المكان الموضوع فيه ابنة أختي، ونظرت لها، ولكن لم تكن تبدي أي حركة على عكس الأطفال الآخرين. بحثت عن الممرضة فلم أجدها، فقمت بمحاولة تحريك الطفلة، ولكن لم يحدث شيء. تحققت من نبضات قلبها، وقد حدث ما لم يكن في الحسبان، لا توجد نبضات. لقد ماتت الطفلة. يالهي لو أخبرت أختي فسوف تموت في الحال. وبينما أنا واقفة أفكر كيف سأتصرف، جاءتني فكرة لم أتخيل يوما أنني سأقوم بها، وهي تبديل ابنة أخت الميتة بأي طفلة أخرى. لا أعلم كيف فكرت في هذه الفكرة البغيضة ومن أين جاءتني، فقد قمت بسرعة بوضع ابنة أختي مكان طفلة أخرى، ووضعت الطفلة في نفس مكان ابنة أختي، وعدت مسرعة إلى أختي كي أخبرها أن ابنتها بخير. خرجت أختي من المشفى إلى منزلها، ومعها الطفلة وهي تكاد تطير من الفرحة، وأنا أشعر بداخلي أن نسوى إنسانة على هذه الأرض. ولكن عندما أرى السعادة في أعين أختي أنسي هذا السوء قليلا. مرت الأيام والطفلة تكبر أمام أعيننا، أختي تعطيها الرعاية والحنان بالطبع، فهي لا تعلم أنها لست ابنتها. أما أنا فلا يمر أسبوع دون أن أحلم بأنني خاطفة، وأحلام أخرى مرعبة تتعلق بهذه الطفلة. كيف سأتخلص من هذا الذنب الذي طالما أخفيته بداخلي لسنوات؟ والآن هل ستسامحني أختي أم هل ستسامحني تلك الفتاة؟ ويوما بعد يوم بدأت حياتي تزداد سوءا، فقد خسرت عملي واحترق منزلي، وأصبحت المصائب تتوالى فوق رأسي واحدة تلو الأخرى. شعرت وقتها أن الله يعاقبني على الذنب الذي ارتكبته، وقررت أن أعترف لهم بما أخفيه، لكن لمن سأبدأ بالكلام. فكرت كثيرا ولم أجد غير
أم الفتاة الحقيقية فهي أولي شخص يجب أن أخبره بالحقيقة. ولكن كيف سأصل إليها فأنا لا أعلم عنها شيء ولا حتى اسمها. وخطر على بالي أن الممرضة التي كانت تعمل بالمشفى في ذلك الوقت بمقدورها مساعدتي فأنا أعلم اسمها ويمكنني الحصول على عنوان منزلها من خلال المشفى. وفعلا ذهبت إلى المشفى وسألت أعطوني العنوان. ذهبت مسرعة إلى تلك المرأة والحمد لله لم تغير عنوان المنزل. جلست أتحدث معها وأحاول تذكرتها بذلك اليوم الذي انقطعت فيه الكهرباء ومات أكثر من طفلا. فقالت نعم أتذكره جيدا فهو يوم لا ينسى. فقلت لها تذكرين تلك المرأة التي توفيت ابنتها في الحضانة؟ فضحكت كثيرا وأنا متعجبة. ما المضحك؟ فسألتها لماذا تضحكين؟ فقالت سأخبرك. لقد كانت تلك المرأة جارتي ورزقها لها بأولاد صبية ولم يرزقها بالبنات، وكانت تتمنى أن تنجب بنت وعندما أنجبت البنت توفاها الله في الحال. فقلت لها لا أنها حية وأخبرتها بما فعلته أنا. فعادت للضحك مرة أخرى وأنا أتعجب أكثر وأكثر. فأكملت قائلة لقد رق قلبي لتلك المرأة. فقمت بتبديل الطفلة مع طفلة أخرى حية وذهبت إلى المرأة وأخبرتها أن ابنتها بصحة جيدة. ولكن عندما عدت وجدت ابنتها الميتة قد عادت مرة أخرى إلى مكانها، والطفلة الحية أيضا عادت إلى مكانها. فعلمت أن لها لم يرضي بأن تنتسب الطفلة لغير أهلها. سمعت تلك الكلمات وأنا أكاد أطير من الفرحة. الحمد لله، لقد جعلني الله سببا لإعادة ابنته أختي، ولم أكن مذنبة. شعرت وقتها براحة شديدة لم أشعر بها منذ سنوات، وتيقنت أن قدر الله أقوى مما نحاول فعله. هذه هي قصتي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها وتعلمتم منها الدرس الذي تعلمته أنا. لا تحاولوا أبدا تغيير ما أراده الله فإرادة الله أقوى من إرادتنا. مع السلامة.